اسهل وارخص صينية بطاطس اقتصادية بدون لحوم وهتكلفكم 20 جنيه بس. شايفين بقى الحلاوة والجمال؟ شايفين الخطيرة بجد وطعمها رهيب، اقتصادية وبدون لحوم او فراخ. اول حاجة هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها البطاطس. حطيت فيها كده حبة سمنة، وكان في شوية بصل كده باقيين متقطعين مكان ما كنا بناكل، يعني كنا بناكل عدس وكنت عاملة بصل، فبدل ما ارميه حطيته في صينية البطاطس. هجيب بقى بصلتين كبار وابتدي ان انا اقطع البصل بتاعي. قطعيه بقى زي ما انت عايزة. طبعا في ناس كتيرة بتعمل ايه، بتعمل كله ني في ني، يعني تحط البصل والبطاطس والطماطم في صينية واحدة، وبعد كده بتحطهم كلهم في الفرن. انا هوريكم النهاردة طريقتي في عمل صينية البطاطس. بجد التركة اللي انا هعملها في الاول دي هتفرق جدا جدا في الطعم. يعني شوف الواحد بيدخل مطبخ قد ايه، بس برضو لسه بيدمع من البصل. انا بحب اقطعه اي حاجة كده، يعني في النهاية بيتاكل. شايفين عينيا البصل ده حراق قوي، الموجود في السوق اللي هو الابيض ده. قطعت واحده هنا اهو، بحاول ان انا ايه افكك البصل كده من بعضه. والله في ناس بتقول نحط في السكينه زيت، البصل مش هيعمل كده، مش هيوجع علينا عينينا يعني. فان شاء الله يوم تاني نبقى نجرب، او حد يجرب ويقول لي في التعليقات. ايه رايكم في الاضاءه؟ انا ظبطت الاضاءه شويه لاني لقيت الفيديوهات اللي انا مصوراها، الكام فيديو اللي انا مصوراهم قبل كده دول، لان انا ما كنتش بصور في المطبخ هنا كتير، كنت زي ما انتوا شفتوا كنت بصور عند الشباك، فالاضاءه عند الشباك مختلفه خالص، حلوه يعني. لكن في المطبخ لقيت الكام فيديو اللي فاتوا دول التصوير فيهم مش حلو، فقلت اظبط الاضاءه، فظبطت الاضاءه. هشوح كده كل ده مع بعض. احط كده معلقه من السكر. اول كده ما يتشوح ويبقى مدي اللون الحلو الجميل ده، هنعمل ايه بقى؟ اروح جايبه الطماطم بتاعتنا ومقطعه كده كام شريحه يتشوحوا مع البصل. التركه دي بجد هتفرق معاكم جدا، ان انتوا تشوحوا الطماطم والبصل الاول، وبعد كده تروحوا حاطين البطاطس. انا ما بحبهاش ابدا كله ني في ني كده، بحب كده دايما ان انا اشوحهم الاول. قطعوا بقى الطماطم زي ما انتوا عايزين، يعني ايه، انا هعملها صغير شويه عشان ايه، اللي ياكل يعرف ياكل. بس انا هستكفى بالطماطم دول، لان هشوح بقى كل الكلام ده كده مع بعض، وكمان هحط معاهم التوابل. هحط توابل مشكله، عملتها معاكم اكتر من مره، وكمان بقيت اضيف عليها دلوقتي توابل كنور اللي هي بتاعه اللحمه المفرومه. دلوقتي هوريها لكم، دي البيت ما بيخلاش منها، اللي هي دي. طبعا دي بتستعمل في ايه؟ بتستعمل ان هي بتكتر حجم اللحمه زي ما انتم عارفين، لكن انا بستخدمها كتوابل لانها طعمها خطير وفيها توابل حلوه قوي، فبزودها على التوابل المشكله بتاعتي. ولما ما يكونش عندي توابل خالص بستخدمها لوحدها، هي كافيه جدا جدا. وهحط الملح بتاعي. انا طبعا بستخدم ملح هيمالايا زي ما انتوا عارفين. احط كده شويه وابقى اشوف اذا كان محتاج تاني ولا لا. هحط كمان مكعبين مرقه، ولو اني ما بحبش استخدم المرقه لانها مش صحيه، ولكن لان انا ما عنديش شوربه ازودها على الطماطم، فمضطره ان انا استخدم مرقه. لكن في الحقيقه انا ما بستخدمش مرقه بشكل دوري لما ما يكونش عندي شوربه بس. فانا هزود دلوقتي مكعبين مرقه كده، افرمهم. بحب زي ما انتم شايفين كده اشوح التوابل مع البصل. شايفين الصينيه عملت ازاي من تحت؟ بحب قوي اشوح البصل بالطريقه دي، اللي هو خلاص احس ان هو كرمل.
عقبال ما الطماطم تتشوح كده شويه مع البصل، هفرم كده كام طماطمايه في الكبه. يعني بصوا انا بحب اعملها في الكبه اكتر من الخلاط، عشان الطماطم تبقى مفرومه كده مش سايله، فاهمين قصدي؟ الخلاط بيخليها صلصه كده. انا بس هعمل شويه صغيرين كده، حوالي 3 طماطميات كبار كفايه كده. هزودهم بقى ميه، زودتهم كده هنا ميه، هضربهم بقى. شوحنا البصل والطماطم كده مع بعض زي ما احنا شفنا وكرملناهم. بصوا لونهم تحفه قوي قوي، شايفين؟ هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده اروح حاطه بقى البطاطس بتاعتنا. البطاطس اعمليها بقى على قد الصينيه بتاعتك، على قد عدد الافراد بتاعكم. انا هنا عامله حوالي 2 كيلو من البطاطس، لان انا عامله صينيه ما شاء الله كبيره. فاعملي بقى اللي انت عايزاه. قبل ما اكمل البطاطس كده احاول انا اقلب كل ده مع بعض، عشان البصل والطماطم كده يتغلغلوا كده ويتقلبوا مع البطاطس. مش لازم يا جماعه نبقى عندنا لحمه وفراخ، مش لازم نعقد الدنيا، نعمل على قد الموجود، خصوصا اخر الشهر. اخر الشهر ده دايما نقعد ندور في التلاجة بتاعتنا ولا في الحاجة اللي عندنا عشان نعمل الموجود. فما نعقدش الامور، ودايما نحمد ربنا على اللي احنا فيه، ويبقى عندنا رضا كده، وكل حاجة هتطلع زي العسل. والله الاكل بيطلع زي العسل، سواء فيه لحمة او فراخ او مفهوش. المهم الرضا، والمهم ان احنا نسمي دايما بالله ونذكر الله دايما واحنا بنعمل اي اكل. انا هنا حطيت البطاطس على الطماطم وعلى البصل، طبعا البهارات والملح وكله محطوط. هجيب بقى شوية الطماطم دول، شايفين صغيرين ازاي؟ زودت عليهم مية، وطبعا لو في شوربة هيبقى احسن، علشان ما نحطش مرقة، ولكن ما فيش شوربة فهنتصرف برضو. فهحط بقى شوية الطماطم دول كده من فوق. هما شوية صغيرين، لان كده كده البطاطس والطماطم والبصل اللي احنا حاطينهم بينزلوا ميته. يعني اقلب كل حاجة كده مع بعض، بحيث ان كله يتشرب من كله. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هحطها على البوتاجاز من فوق. انا بحب احطها على البوتاجاز من فوق كده على نار عالية الاول، وبعد كده بوطي عليها. لما بحس ان هي خلاص استوت انا بسويها من فوق، لحد ما بشوفها كده خلاص استوت بروح دخلاها الفرن تاخد لون من فوق. فكده خلاص صينية البطاطس بتاعتنا اهي، اقتصادية بدون لحمة وفراخ. هنشوفها بقى لما تطلع هتبقى عاملة ازاي. كده خلاص انا حطيت الصينية على البوتاجاز من فوق، وغطيتها كده بغطا على قد الصينية بالظبط، وهسيبها كده لمدة مثلا 10 دقايق عالية، وبعد كده هروح موطياها عشان تستوي براحتها. وزي ما قلت لكم لما تستوي هوريها لكم، وبعد كده هندخلها الفرن على الشواية تاخد لون من فوق. دلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ هجهز الرز عقبال ما البطاطس تخلص. وبكده صينية البطاطس الخطيرة بتاعتنا طلعت ارخص واسهل صينية بطاطس اقتصادية. كلفتنا بس 20 جنيه. طبعا انا عاملة 2 كيلو بطاطس او اقل بشوية، علشان انا عندي ضيوف، وكمان عشان انا عاملة ما شاء الله صينية كبيرة زي ما انتم شايفين كده. ممكن تكون كمان مش باينة في الكاميرا، لكن انت هتعملي ايه؟ هتعملي على قدكم. نص كيلو بطاطس، اقل من نص كيلو طماطم، شويه فلفل لو عندك. بالمناسبه انا حطيت فلفل كده زي ما انتم شايفين، هوريها لكم دلوقتي على الوش. فلفل كده متشوح، فلفل اللي هو الطويل ده، اللي هو البارد مش الحامي. تقدري تحطي بارد او زي ما انتم عايزين او حامي.
شوحتهم كده وحطيتهم على الوش لما جيت ادخلهم الفرن. لكن انت هتعملي صينيه على قدكم زي ما قلت لك، نص كيلو بطاطس، اقل من نص كيلو طماطم، وكمان بصلتين، فمش هتكلفكم 20 جنيه. شايفين بقى الحلاوه والجمال؟ شايفين الخطيره بجد؟ وطعمها رهيب، اقتصاديه وبدون لحوم او فراخ. تعالوا نشوف بقى الحلاوه والجمال. بصوا 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 بصوا، حاجة خطيرة بجد، خطيرة. تعالوا نشوف كده. بصوا بقى الصوص الحلو ده. بصوا بقى، بصوا بصوا البطاطس دايبة ازاي وحلوة. شايفين بقى الحلاوة؟ بصوا بصوا البطاطس، ولا مهرية قوي ولا جامدة قوي، حلوة جدا جدا وطعمها خطير. بجد خطيرة. بصوا ده بقى الفلفل والطماطم اللي انا شوحتهم وحطيتهم قبل ما تدخل الفرن. بجد خطيرة يا جماعة، خطيرة، صينية بطاطس ولا أروع. ما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا ايه رأيكم في التعليقات.